اهلا بيكم في قناة مامي وكارما. النهاردة هنعمل مع بعض البتنجان بطريقة جديدة سهلة جدا، مش هتاخد وقت وفي نفس الوقت بيبقى طبق جانبي كده جنب الاكل. الناس اللي بتحب البتنجان عموما ممكن تاكله كده بس، يعني يبقى ده الوجبة الاساسية بتاعتهم. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. هقطع البتنجان يعني سمك الشريحة كده يكون نص عقلة، متبقاش سميكة قوي وفي نفس الوقت ما تبقاش رفيعة، لا عشان عايزة يكون من جواها كده لحم، ولما تيجي تاكليها تبقى طرية وفي نفس الوقت تحسي بطعمها. لو عايزة تقشري بتنجان قبل ما تقطعيه وتعمليها من غير قشر البتنجان يكون افضل، يعني انا من عشاق البتنجان من غير قشر، بس عندي في البيت بيحبوا البتنجان بقشره فبعمله زي ما هما بيحبوا. بعد ما قطعت الكمية كلها حطيته في مية وعليها معلقة ملح كبيرة. المية دي هتخلي القشر بتاع البتنجان ما يبقاش ممرر، وفي نفس الوقت البتنجان ما يشربش زيت بعد كده، يعني ممكن تنقعيه نص ساعة او لحد ما تعملي التتبيلة بتاعته. لما تيجي تطلعيه من المية حطيه في مصفى او نشفيه بمناديل. طيب لو مش عايزة تعملي كده بيقللي كمية المية في التتبيلة بتاعته، يعني خليها تقيلة شوية ما تبقاش مظبوطة، لا تقيليها لان البتنجان هيكون فيه مية، فلما تحطيه فيها التتبيلة هتخف شوية. حطيت ربع كوباية من الدقيق، عليها ملح وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا ورشة شطة لو عايزينها سبايسي، لو مش عايزينها سبايسي استغنوا عن الشطة. وحطيت نص معلقة صغيرة من مرقة الدجاج، بتديله نكهة حلوة جدا. الناس اللي ما بتحبش تحط مرقة الدجاج هي اختيارية، ولكن بتخلي الطعم يكون مميز شوية. ربع كوباية الدقيق دي انا حطيت عليها ربع كوباية من المية، هقلبها كويس وتبقى زي ما انتوا شايفين كده، لا هي تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، تكون يعني متماسكة كده الى حد ما. لو انتي طبعا ما صفتيهوش وانا كمان ما صفتش البتنجان من المية بتاعته، فخليتها تكون مايلة لان هي تكون تقيلة شوية. لما حطيت فيها البتنجان نزل المية بتاعته، فما جيت قلبتها بقت مظبوطة. هتروحي عند العطار تقوليله عايزة كريسبي سايب. كريسبي سايب ده بيكون نوع فيجيتار كده، بس بيكون خشن شوية، يعني بتحتاجي ان انت تضربيه في الكبة او تطحنيه كويس عشان بيكون كريسبي قوي، يعني هيبقى ناشف مش بيكون متبل ولا اي حاجة. الميزة بتاعته ان هو بيكون طعمه حلو وقرمشته كويسة، وفي نفس الوقت بيحافظلك على لون التتبيلة بتاعتك، يعني البتنجان النهاردة لونه هيفضل زي ما هو، البانيه بيخليلك البانيه لونه ذهبي وجميل. ممكن تزودي عليه دقيق، ممكن تحطي لو عندك عيش فينو تضربيه في برضه تطحنيه معاه وتحطيه، ولكن يبقى الاساس عندك هو الكريسبي السايب اللي بقولك عليه ده. باخد البتنجان من التتبيلة السايلة احطه على الخليط الجاف واضغط كويس جدا. انا مش حاطه بيض فمش عايزه الكفر يقع من عليه. القشر بتاع البتنجان الكفر بتاعه يعني بيكون صعب ان هو يتماسك كده عليه، فانا بضغط كويس قوي بايدي بحيث ان هي تمسك كويس في قطعه البتنجان والكفر بتاعها ما يفكش. ولما نيجي ننزل بيه في الزيت لازم الزيت يكون سخن جدا، ننزل بيه كده وبعدين نهدي النار شوية، يعني ياخد كده حوالي عدي لحد 10 وبعدين وطي النار دقيقة، وبعد كده علي النار تاني عدي ل10 وبعد حركيه وقلبيه على الجنب التاني. لازم يتماسك كويس جدا قبل ما نحركه او نحط فيه معلقة. لو لسه طري الكفر بتاعه هيفك، لا لازم يمسك نفسه كده وتلاقيه بقى عايم على وش الزيت كده شوية، يبقى تطلعيه بقى ساعتها او تقلبيه. لكن ما ينفعش ان اول ما نحطه ندخل فيه المعلقة على طول او الشوكة، فكده الكفر هيكون طري وهيتحرك من على قطعة البتنجان. فانا بستناه لحد ما ينشف كده ويمسك نفسه وبعد كده اقلبه، وبعدين اخليه ياخد برضو التشميعة بتاعته كده من تحت، ولو عايزة احركه بعد كده احركه لحد ما يستوي خالص. وبعد كده بضغط عليه كده بالراحة، يعني عشان اتأكد ان هو طري معايا. هو بيستوي بسرعة يعني ما بياخدش وقت. اضغط عليه كده بالراحة بلاقيه طري بطلعه واحطه على بقى شبكة مصفى. المهم ان اي حاجة تخليه ينزل الزيت بتاعه. المناديل مش بتخليه يصفي الزيت بتاعه كويس، لكن لو حطيتيه على شبكة بيكون حلو جدا وفي نفس الوقت مش شارب زيت. وكمان لما بننقعه في مية دي ما بتخليهوش يشرب زيت خالص، والقشر بتاعه ما يمررش. انا كنت نفسي اوريكم بس الصوت والقرمشة، بس عندي في البيت بقى كان الصويت والعياط وكده فما عرفتش ان انا افتح لكم الصوت. طبق جانبي مختلف وفي نفس الوقت هيفتح نفسك جدا على الاكل، وممكن كمان تاكلوه كده بس، يعني تعملوه في سندوتشات وتاكلوه كده بس. لو عندك اير فراير هيكون افضل طبعا، ما عندكش اير فراير ممكن تدخليه الفرن بس هياخد وقت يعني شويه عقبال ما البتنجان يستوي، بس تبقي ما تحطيهوش في الصينيه على طول،
لا، حطيه على شبكة الفرن كده ورشي عليه رشة زيت، هيكون صحي اكتر وفي نفس الوقت هيبقى طعمه حلو برضه. وبس كده، انا كده خلصت حلقة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناة مامة ريم وكارما على اليوتيوب، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله وتشوفوه قبل اي حد. والسلام عليكم.